بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أبو ساجد على النبي. اليوم جبت لكم وصفة صحية، بسم الله ما شاء الله. وصفة هذه وهي الدولمة البسباس. كما نعرف كل البسباس يعني الآن راه موجود بكثرة وهذا هو وقته. اغتنموا الفرصة وشربوا البسباس واعملوا الدولمة اللي راح تجيكم ذوقها بن بسم الله ما شاء الله. كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير. نروح نشوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير ونروح نشوفوا. يلا نروح نشوف الوصفة. يلا نروحوا. هنا أنا عندي كيلو بسباس، كيلو بالضبط. جبت سكين، أول حاجة غسلته، قطعته قطع صغار كما راكم تشوفوا هكذا، ونعاود نزيد نغسلو من التراب هذاك، ونعصر عليه نصف حبة قارص باش ما يكحالش هكذا. نعصر عليه نص كعبة قارص ونعاود نحركهم كامل في بعض، من بعد نزيد نغسلو ونعاود نعصر عليه شوية قارص. نجيب لاشوار تاعي ونحط البسباس هذا ونرحي الكمية الأولى، بعد ذلك نزيد نرحي الكمية الثانية، نرحيه يعني بشوية. نجيب إناء ونحط الكمية الأولى اللي رحيتها، ونعاود نرحي الثانية ونحط الكمية الثانية في إناء. كما نعرفو كل البسباس راهو يهبط الماء بزاف. شوفوا، نجيب كسكاس، نجيب برمة ونحط البسباس تاعي اللي رحيتو في لاشوار في هالكسكاس ونخليه يقطر الماء تاعو كامل، ونضغط عليه بالسباتيل هكذا. بعد ذلك راح نجيب يعني اللي عنده شاش او عنده كومبريس كبيره او عنده طرشون نظيفه بيضاء يحطه في وسطه ويعصرو مليح. شوفوا هذاك الماء اللي هبط لتحت، هذا الماء ما نرميوهش، من بعد نقول لكم واش نعملوا به. ومن بعد اللي ما عندوش شاش او طرشون يحكم هكا، يحط كمشه في يديه ويعصرها كما راكم تشوفوا. انا عصرته كامل ديجا ومازال فيه الماء. البسباس راهو ينزل الماء تاعو بزاف بزاف هكذا. بعد ما نعصرو كامل راح تشوفوا كمية الماء اللي سقطها في الأسفل. شوفوا يعني كمية معتبرة. هذا الماء مش راح نرميوه، راح نحطه على جانب نحتاجه من بعد. هنا نروح نجيب نصف صدر دجاج كنت رحيته، ونحط البسباس تاعي كما راكم تشوفوا هنا مع نصف صدر دجاج هذاك، نخلطو مليح. شوفوا هنا نحط البسباس اللي عصرناه ونحطو مع صدر دجاج ونخلطو هنا مليح قبل ما نضيف له المكونات الأخرى. الظلمة جات، صدقوني صدقوني هذيك الرائحة بسم الله ما شاء الله. كنا صايمين في الدار، صدقوني فطرنا به، جات واحد البنة ما تصوروش، بنة خرافية صدقوني. أنا نقول لكم جربوه بإذن الله تنجحوا فيه، وبإذن الله تعتمدوه يعني هذه الأيام مادامو البسباس راهو كثر بكثرة. نضيف هنا كمية بصل مرحية، أنا البصل رحيته في الأشوار، نضيف له كمية معدنوس هكذا كما راكم تشوفوا، ونضيف له هنا بيضة. أنا عندي بيضة نكسرها ونضيفها هنا الخليط تاعي. هنا عندي التوابل كما راكم تشوفوا، عنديش توابل بزاف، عندي فلفل أسود، وعندي هنا عندي زنجبيل، وعندي كمية من الكاري تاع جمبو دجاج. احنا مش راح نضيف الملح لأنه الملح الجمبو راه مالح. ضفت هنا سنة توم ربيها كما راكم تشوفوا، ونخلط بيدي جيدا، ونضيف لها شوية تاع شابلير يعني خبز يابس يكون محمص ويكون ملح، حوالي ملعقتين فقط يعني هكذا. ونخلط جيدا حتى تمازج كل المكونات مع بعض، المعدنوس، البصل، التوابل، البيض هذاك، الدجاج، الخبز. ونجيب هنا فرينة نحطها في إناء ونحكم نكور هذا الدجاج تاعي كريات بالطول. اللي يحب يديرهم يعني كريات مدورين، يحب يديرهم يعني بالطول. مدورين مش حيصلحوا لكم لأنه راح يرقدوا شوية، هكذا يكونوا أحسن، يكونوا طوال أحسن. وكل كرية نكورها نحطها في الفرينة، راح نرمدها في الفرينة ونحطها في صينية على جنب. نكمل هذه العملية تاع تكوير الدجاج تاعي هنا باش ندير ديبولات يكونوا شوية طوال أو أوفال هكذا، ويعطيوني هذاك المنظر بسم الله ما شاء الله. نحطهم في الفرينة كامل ونحكم الإناء تاع الفرينة وندورو مليح هكذا كما راكم تشوفوا بالعملية هذه.
باش كل حبة تاع ضلمة راح تتمنغد كامل في الفرينة. ونجيب صينية ونحطهم في الصينية تاعي ونكمل العملية كاملة هكذا. هنا قبل ما نحطهم في الصينية نعاود نخدمهم بيدي فقط، يعني ندير ضغطة صغيرة هكذا باش يجيو بالطول، والفرينة ديك راح تحكم عليهم مليح ما شاء الله. نكملهم كامل قلت يعني، ونروحو نكملو البقية هاد تاع البسباس وصدر دجاج اللي حاجينا أو يعطينا ذوق ولا أروع ولا أروع. شوفوا هنا كملتهم كامل وعطتني كمية معتبرة، عطتني كمية معتبرة. صدر دجاج يعني حوالي 30,000 جبت، يعني مابا 30,000. وبسباس كيلو ب7000، وكان حتى 6000، وتعطينا يعني وصفة ما شاء الله. هنا حطيت المقلاة تاعي، حطيت الزيت سخن مليح، وجبت دي بولات تاعي وقليتهم كاملين. نقليهم كامل ومن بعد نقلبهم حتى ياخدو داك اللون، يكون بين أصفر بين أحمر، يعطيني اللون هذاك الذهبي ما شاء الله. ومن بعد نحيهم نحطهم على جنب. قلت يعني هاد الظلمة صدقوني صدقوني صدقوني، يعني ما كان له نحكي لكم، جات ولا أروع ولا أروع. أنا نطلب منكم تجربوهم فقط يعني وتعطوني رأيكم فيهم. لو كان يبقى البسباس رمضان يعني راح نتمتعوا بالظلمة هذه، راح تجينا ما شاء الله. بما أنه اليوم أو البسباس كاتر جدا جدا، تقدروا تجربوا هذه الوصفة. هنا من بعد ما حمرتهم من كل الجوانب، نحيهم نحطهم في صينية أخرى، نحطهم على جانب هكذا، ونروحوا نبريباريو لاصوص تاعنا. أنا حنديرهم صلصة بيضة، يعني مش راح ندير حمراء. اليوم راح نقص طماطم خلاص، راح نحيه خلاص طماطم وندير دولمة بيضة. جبت هنا كمية بصل ملحي، ونحط عندي جنحتين أو زوج نواح نحطهم هكذا، واللي عنده عظم ولا كركاس يعني ولا طرف زدر ولا فخذ يحط واش يحب. جبت شوية كركم، شوية فلفل أسود، وشوية ملح. الملح ما نكتروش لأنه درنا جنبو في هذاك الدجاج. نجيب زوج ملاعق زيت ونقلي البرمة تاعي، قليها مليح، ونجيب فص توم هنا كيف كيف ونربيه ونخلط مليح حتى يتقلى داك الدجاج ويدخلو الطياب مليح. وهنا الماء تاع البسباس قلت لكم ما ترميوهش. هنا الماء راح نسخنوه حتى يصبح في الغليان ونمرقوا به البرمة. اليوم مش هنستعملوا الماء خلاص. هنا زدت المعدنوس تاعي ونجيب الملعقة ونحرك. قلت هذاك الماء تاع البسباس اللي كان قطر مليح راح نسخنو مليح ونمرق به البرمة تاعي يعطينا ذوق ولا أروع. من بعد ما قليت البرمة راح نضيف هنا دولوش تاع ماء بسباس ونغلق على البرمة هكذا ونخليها تتقلى تعقلها على النار متوسطة. من بعد ما تقلت مليح نضيف لها يعني ديلوش اخرين هكذا، نخليها يعني يطيب شوية الدجاج مليح ونغلق عليها. بعد ما طاب الدجاج تاعنا نجيبو هنا الظلمة تاعنا ونحطوها كما راكم تشوفوا هنا في البرمة تاعنا. أنا مرقت شوية فقط يعني، من بعد نكمل نمرقها كامل. نحط الحبات الكل هنا ونخليها تغلي طيب حتى يعني تعقد شوية، لأنه الظلمة تاعنا راهي طيبة في مقلاة مقلية، راح تغلي شوية فقط يعني حوالي 10 دقائق ونحيها. هنا نعاود نمرق بذاك الماء البسباس كامل، نحطو كامل هنا هذاك الماء نحطو كامل ونغلق عليها ونخليها طيب بعقلها. من بعد ما طابت شوية جبت هنا قرنت في الحار، الله الله يا بابا بسم الله ما شاء الله، ونجيبو شوية معدنوس ونحطو المعدنوس تاعنا بعد ما طابت ونطفيو عليها، ونجيبو زيتون دينوايتي اللي كنت أنا غليتو الماء حطيتو في ماء مغالي، نحيتو الملح زمرات، ونحط هنا الزيتون وتاكلو شهية طيبة شهية طيبة. بسم الله ما شاء الله، جات يعني ولا أروع ولا أروع ولا أروع. صدقوني وصفة هبال هبال هبال، يعني وصفة راي بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتطبقوها وراح تدعيولي إن شاء الله. صدقوني هذه البرمة كفات العائلة كاملة وفضلت منها، يعني بسم الله ما شاء الله. مع شوية قارص، شوفوا حنقص لكم يعني بولات هكذا، شوفوا طايبة بسم الله ما شاء الله ولا أروع ولا أروع. إذا أحبائي ما بقى لي إلا نقول لكم تهلوا في الفيديو هذا، طلعوا المشاهدة،
أنا من فكركم دايما بالدعاء إن شاء الله، ربي يثبتكم ويرزقكم ما تمنوا ويعطيكم الحلال وينجح وليداتكم ويحفظهم ويصلح فيهم. ربي يرزقكم أزواج صالحين وذرية صالحة. ربي يثبتكم إن شاء الله. ولا نبي مثل إن شاء الله. وربي يجزيكم كل خير. نقول لأي واحد دخل أول مرة القناة تاعي، تفضل هذه قناتك، اشترك في قناة فضلا وليس أمرا. واللي دخل أول مرة كذلك نقول له مرحبا بك، وقدم راهم دارهم. وما تنساوش الإعجاب، هذاك اللايك فقط يعني اللي راح يخلي الفيديو ينتشر في اليوتيوب. هكذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة إن شاء الله.